ويحط حطب بالنار والنار حيه من غير انا ويا الدلال المحاديد تنصل بقص النفود وجبل ثم الرويه من دون محسن لا تدور معازيد تنصل فروم اللي ديها مصخيه اللي عشاها من العرب شم خنيبهم شيوخنا بالحال والجاهليه ولا ترى بعض الاماره مناصيب مع عطوا مهره الناس القيه ومن حر تكسر قوي المصاليب يقول لي يوم عشاها من العرب شم خنيب الشيخ عبد المحسن الفرم شيخ حرب لا بطوا جماعته من اللحم ما جاهم ضيوف ولا بطوا من اللحم ذبح لهم ناقه ياخذ حتى من البل ويذبح لهم. نعم. هو اللي يقودها. يقال عنه طال عمرك انه اذا سمعت صوت الخيل ترمي اللي في بطونها، ما ادري هذا صحيح. نعم. هذا عند الملك عبد الله رحمه الله عليه. إيه؟ جاء المحل خيله اللي بالنسيب. إيه؟ قديم قبل 50 سنه وقال له يا عبد المحسن الفرم يقولون الفرس لو سمعت صوتك انها تذب ولدها تمرج ولدها. اي نعم. قال اعوذ بالله، تعوذ من الشيطان يا طويل العمر. قال لا نبيك تعلم، نبيك تشوف. دخله على الخيل قال يلا يا عبد المحسن الفرم. صاح لها كالصيحه لو اكل فلوه توها صغيره. توها اول لقاحها وهي تمرج وتنقز على الجدار. يوم انقزت لو ولدها طر من هناك. لا اله الا الله. قال اعوذ بالله اعوذ بالله. قال انت اللي عديتني عليها ولا انا ما به. فهو هذا معروف عند القبائل كلها. نعم. كان هو ياخذ طيره وعنده باعره يبي يصيد الحبالي. يوم قال سذا لو يوم ضفت البل سيفه الفسكان وبندقه على ذلوله يحسب اللي معها السيف وهو يدبجهم. يوم سندوا بالبل وراحته يلحقهم ويضربهم مرة ثانية وثالثة لو يوم طلعوا من البل وخلاها واقفة. هو ما معه سيف ما معه لون، يقولون نحسبها السيف.